مرحبا. تخيل لو قلت لك انه حياتك كلها هي مجرد حلم مستمر ما صحيت منه لهلا. اهلك، زوجتك، دراستك، شغلك، تعبك اليومي ونومتك، حتى لحظات فرحك وحزنك وخوفك، كله مو حقيقي. كل لحظة عشتها، كل مكان زرته، كل شخص قابلته، كله عبارة عن عالم افتراضي مثل اللي بتشوفه بألعاب الكمبيوتر. انت نفسك عبارة عن كائن افتراضي مزود بوعي افتراضي بخليك تعيش تجربة حياة كاملة. حتى اللحظة اللي عم تشوف فيها هذه الحلقة هي محاكاة. بالحقيقة لا في يوتيوب ولا فيسبوك ولا عالم مثل اللي بتعرفه. كل اللي حواليك هو كود مكتوب وانت مجرد سطر فيه. وبهذه المحاكاة تم وضع قوانين طبيعية ورياضيات وعلماء وتاريخ بحيث الأشخاص اللي عايشين داخل هذه المحاكاة، انتو وأنا وسكان هذا الكون، يصدقوا انهم أشخاص حقيقيين وعالمهم حقيقي. واللافت بهذا العالم الافتراضي انه الكود كان كل فترة يترك تلميحات بتدل على وجوده وعلى حقيقة العالم الافتراضي اللي موجودة فيه الناس الواعية جواته. ووحدة من اقدم هذه التلميحات اجت من فيلسوف قديم اسمه أفلاطون. ألف كتاب اسمه الجمهورية وقال فيه: تخيل أناسا يسكنون في كهف تحت الأرض منذ ولادتهم، مقيدين من أرجلهم وأعناقهم بحيث لا يستطيعون التحرك أو الالتفات. خلفهم هناك نار بعيدة، وبين النار والمقيدين هناك طريق مرتفع عليه جدار يسير خلفه رجال يحملون تماثيل وأشياء مختلفة تظهر كظلال على جدار الكهف أمام المقيدين. هؤلاء الناس لا يرون شيئا سوى هذه الظلال ويظنون أن هذا هو العالم الحقيقي. لكن إذا تحرر أحدهم وخرج من الكهف فإنه سيتألم، أولا بسبب ضوء الشمس الساطع، وسينكر الحقيقة التي يراها أمامه، لكنه مع الوقت سيدرك أن العالم الذي عاش فيه كان مجرد وهم، وأن الظلال لم تكن سوى انعكاسات زائفة للحقيقة. وعندما يعود إلى الكهف ليخبر الآخرين بالحقيقة فإنهم لن يصدقوه، بل قد يسخرون منه أو حتى يقتلونه، لأنهم لا يريدون التخلي عن واقعهم المألوف. بعد شيء 2000 سنة فيلسوف تاني اسمه رينيه ديكارت ألف كتاب اسمه تأملات في الفلسفة الأولى، وطرح فيه أسئلة وتأملات صريحة تضرب على العصب تبع الكود. بيقول: كل ما قبلته على أنه حقيقي تلقيته عن طريق الحواس، لكن الحواس قد تخدعنا أحيانا. بعدين بيكمل وبيقول: في بعض الأحيان وأنا نائم أعتقد أنني أرتدي ملابس وأجلس بجوار المدفأة، بينما في الحقيقة أنا مستلق في سريري بلا حراك. لكن إذا كان الحلم يمكن أن يكون واقعيا تماما، كيف يمكنني التأكد من أنني الآن لا أحلم؟ وبيوصل بالآخر ديكارت لأخطر احتمال ممكن، وبيقول: ماذا لو كان هناك كائن قوي خبيث لديه القدرة على خداعي باستمرار، فيجعلني أؤمن بأشياء غير حقيقية حتى في أفكاري الأساسية. ديكارت بعد كل هالبحث والتفكير والتحليل شو النتيجة اللي طلع فيها؟ مو أنه ترك السؤال مفتوح أنه هو ما بيعرف، ببساطة قبل الخدعة وكأنها حقيقة، وقال عبارته الشهيرة: كوجيتو إرجو سوم، أنا أفكر إذا أنا موجود. وبصراحة هذا الاستنتاج غريب وما بيتناسب مع مستوى الشك اللي عبر عنه ديكارت بالبداية، لأنه حتى بالحلم نحن منشك ومنفكر ومنتفاعل ومنتذكر ومنتألم، فهل هذا دليل على أنه نحن موجودين بالفعل؟ وهون لاحظوا كيف الكود وكأنه عم يتحدانا ويقول: حتى لو صرحت لكم بالحقيقة تماما رح تضلوا عايشين جوات الكود وما رح تقدروا تطلعوا منه. الكود من خلال ديكارت وأفكاره مو بس منع اكتشاف اللعبة، بل وكأنه صنع لقاح ضد أي محاولة لكشفها. لأنه أي شخص بعد ديكارت حتى لو حب يفكر بحرية رح يرجع يشوف تجربة ديكارت ويعتبر انه الجواب النهائي صار محسوم، خاصة انه هذه العبارة انا افكر اذا انا موجود صارت مشهورة وكأنها مسلمة لا تقبل الجدل. ديكارت حسب تقويم الكود مات سنة 1650 ميلادي، ومن وقتها سل الكود فتح المجال للبشر ليعيشوا وهم التطور، ثورة صناعية، تكنولوجيا، علوم، اكتشافات، لكنهم بالحقيقة كانوا عم يتحركوا ضمن منظومة مبرمجة وضمن رموز الكود. بعد هالمدة والتطور اللي وصل له البشر تظهر الحقيقة مصورة تحت غطاء ما يسمى الخيال العلمي من خلال فيلم اسمه ماتريكس. ببساطة كل شيء حكيته عن الكود تم عرضه بهذا الفيلم. عالم البشر هو مجرد سيناريو مكتوب داخل محاكاة رقمية. Right now, we're inside a computer program. Is it really so hard to believe? This isn't real. What is real? How do you define real? If you're talking about what you can feel, what you can smell, what you can taste and see, then real is simply electrical signals interpreted by your brain.
حياتك كلها، قراراتك، ظروفك، حتى المصايب اللي مريت فيها ما هي إلا واقع افتراضي صنعه الكود. انت مغترب مكتوبة، انت غني مكتوبة، انت تعبان من الحياة مكتوبة. كل واحد منا مجرد متغير صغير ضمن معادلة رقمية ضخمة. وهون سؤال جوهري لازم كل واحد منا يجاوب عليه. إذا اكتشفت إنك عايش جوات هذا الكود وإنه حياتك كلها ما هي إلا محاكاة، هل كنت رح تختار إنك تضل عايش جواته، عايش حياتك اللي تعودت عليها، ولا كنت رح تحاول تخرج وتشوف الحقيقة؟ وهذا السؤال بالضبط هو نفس السؤال المخفي داخل قصة أفلاطون عن الكهف. هل كنت بتفضل تضل قاعد بالكهف مقتنع إنه الظلال اللي عم تشوفها هي الواقع، ولا كنت رح تطلع تواجه الحقيقة حتى لو كانت صادمة، حتى لو الكل اعتبروك مجنون؟ والفيلم جسد هذه الفكرة بأحد أشهر المشاهد بتاريخ السينما، اللي هي لحظة اتخاذ القرار. أحد الشخصيات بيوقف بطل الفيلم وبيقدم له يختار بين خيارين: حبة الزرقاء إذا اخترتها رح ترجع لحياتك الطبيعية، تنسى كل شيء وتكمل مثل ما كنت، والحبة الحمراء إذا اخترتها رح تشوف الحقيقة كاملة لكن ما عاد فيك ترجع لحياتك السابقة. لو كنت أنت مكانه شو كنت رح تختار؟ الكود بعد ماتريكس صار يعرض الفكرة بأكثر من طريقة وبأكثر من فيلم ومسلسل، وكل مرة يضمن حقيقة معينة وهو متأكد انه نحن رح نشوفها خيال علمي. مثلا بفيلم ذا ترومان شو منشوف بطل قصة ترومان عايش حياته من الولادة داخل استوديو ضخم، مدينة كاملة فيها شوارع وناس وحياة يومية طبيعية، لكنه بالحقيقة عايش داخل برنامج تلفزيوني واقعي، وكل الناس اللي حواليه ممثلين حتى أهله. بسنة 2010 من خلال فيلم انسبشن بيرجع بيطرح سؤال ديكارت: كيف فينا نتأكد انه نحن ما عم نحلم هلا؟ الشخصيات بالفيلم بتعيش داخل احلام متعددة الطبقات، يعني حلم جوا حلم جوا حلم، لدرجة انه ما عاد يعرفوا هل هن بالواقع ولا بحلم من هالاحلام. بعدين بيرجع بيعرض تفاصيل جديدة لفكرته بمسلسل جريء اسمه بلاك ميرور، وكأنه قرر يكرر الفكرة لدرجة تصير مبتذلة، بحيث اي حدا حب يناقشها راح يعتبروه مجرد إنسان أوفر ومأخوذ بالخيال العلمي. وبوحدة من الحلقات بيعرض الفكرة بشكل صريح لما بفرجينا كيف ممكن نسخ الوعي وجعله يعيش ضمن واقع افتراضي، بحيث هذا الوعي مو هو عبارة عن نسخة رقمية، بل هو كيان واعي بيشعر بكل شيء تماما حواليه، بحس بالألم والملل والعزلة وبمر عليه الوقت وكأنه إنسان حقيقي. هذا بيعني إنه الواقع اللي عايشين فيه بكل قوانينه مو أكتر من عالم افتراضي virtual world مكتوب على شكل كود شغال على شريحة كمبيوتر. ولما العلماء بيحكوا عن الأكوان المتوازية، هذا مو مجرد نظرية علمية، بل هذا تلميح مباشر للحقيقة. الشريحة اللي عايشين نحن جواتها هي مو الشريحة الوحيدة، في شرايح تانية لأكواد تانية مختلفة، وكل شريحة فيها كون مختلف تماما بقوانين طبيعية فيزيائية خاصة فيه. مثلا الجاذبية هي مجرد سطر برمجي بسيط، في أكوان ما فيها جاذبية أو فيها جاذبية بطرق ما بتتخيلها. في أكوان تانية ضمن أكواد تانية الكائنات فيها تستمد طاقتها بشكل مباشر، مو عبر الأكل والهضم، بل عبر امتصاص موجات طاقة معينة أو مباشرة من بيئتها. في أكواد ما فيها أمراض ولا شيخوخة وما فيها حاجة للنوم أصلا. في أكواد الزمن فيها ما له معنى، والكيانات فيه بتعيش بطرق خارج تصورنا، ما في حروب، ما في شيء اسمه غريزة. الأكسجين مو كل الكائنات بحاجة له، لأنه ببساطة الكود ما تم تصميمه ليشتغل بهذه الطريقة. وهون خلوني أعطيكم أدلة مباشرة من التاريخ الخاص بهذا الكود. الكون تبعنا، تاريخ تبعنا، بتأكد انه العالم يلي عايشين فيه مو عشوائي، بل مكتوب داخل هذا الكود. تعرفوا لهتلر صح؟ هتلر اللي قلب العالم رأسا على عقب بالقرن الماضي، نجاته من الموت كانت جزء واضح مكتوب ضمن الكود. يعني كتسلسل منطقي، فكرة انه يصير قائد ألمانيا فكرة كانت غير متوقعة اطلاقا. شاب فاشل دراسيا، مرفوض اكثر من مرة من أكاديمية الفنون بفيينا، بدون اي خلفية سياسية او عسكرية بارزة، مكروه بين زملائه حتى بالجيش خلال الحرب العالمية الأولى، ما كان قائد بأي شكل من الأشكال، ولا شكله كان غير انه يعتبروه مسخرة. بالرغم من كل هالشيء، الكود خلاه يتحول من شخص مجهول لأقوى رجل بألمانيا ويحرك العالم كله للحرب. وحتى بالحرب العالمية الأولى وقعت جنبه عدة قذائف كان المفروض يموت، لكن كان كل مرة ينجو وكأنه شيء غير مرئي عم يحميه. وبالواقع هذا كله كان مكتوب بسيناريو ضمن هذا الكود.
الكود ضمن وكتب وصوله للسلطة وإنه يشعل الحرب العالمية الثانية. مع ذلك كانت المفروض نهايته تجي أسرع، ما يموت آخر الحرب بعد ما تخلص حرب وتتدمر ألمانيا ويموت منتحر. يعني هتلر بطريقة ما نجا من 42 محاولة اغتيال، وحدة منهم اللي اسمها عملية فالكيري سنة 1944 كانت نجاته أشبه بمعجزة. ضابط ألماني حط له قنبلة تحت الطاولة وكل الأمور تمام، وانفجرت القنبلة بالفعل حسب الخطة. كل الحسابات العسكرية كانت بتأكد إنه ما في مجال ينجو، وانقتل عدة ضباط كانوا حاضرين الاجتماع اللي انفجرت فيه القنبلة، بينما هتلر طلع بس مشقوقين ثيابه وشوية جروح. وعملوا عن هذه العملية عدة أفلام وثائقية بس لحتى يفسروا سر نجاة هتلر، وطلعوا بنظريات ومصادفات وتحليلات فيزيائية بتبرر سبب نجاته. وهو طبعا اعتبر إنه هذا إنقاذ إلهي له لحتى يكمل مسيرته وينتصر، لكن الحقيقة نجاته كانت مكتوبة ضمن هذا الكود من البداية، مو لحتى ينتصر بل لحتى تستمر الحرب سنة تانية ويتشكل العالم بطريقة مختلفة. هتلر ما كان مجرد شخص بالتاريخ، هتلر كان جزء من سيناريو مكتوب ولازم يعمل دوره حتى تستمر اللعبة. قصة نابليون بونابرت ما بتقل درامية عن قصة هتلر، شاب من كورسيكا، جزيرة صغيرة بدون أي نفوذ أو تاريخ عسكري كبير، لكن الكود كان مبرمج لحتى يتحول من ضابط غير معروف لأقوى رجل بفرنسا، وبالنهاية يغير شكل أوروبا بالكامل. بخوض معارك مستحيل ينجو منها، لكن دائما بينجو بطريقة الأفلام الأمريكية، الكل جنبه عم يسقط هو مكمل. وحتى قصة انهيار نابليون ما بتقل درامية عن قصة صعوده. القصة الثانية هي الشرارة اللي أشعلت الحرب العالمية الأولى واللي قلبت العالم ببداية القرن الماضي. ضمن الكود اغتيال ولي عهد الإمبراطورية النمساوية المجرية الأرشيدوق فرانس فرديناند سنة 1914، بحيث يكون هذا الاغتيال هو السبب المباشر لاندلاع الحرب العالمية الأولى. لكن بداية هيك حدث كبير مو بداية عادية بمعنى أنه حادث اغتيال عادي وألقت الحرب، لا، عمله بطريقة سينمائية، يعني شيء تقريبا لو صار بفيلم تحسه مبالغ فيه. كيف؟ بتبلش القصة لما الأرشيدوق بقرر يعمل زيارة رسمية لمدينة سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك مع زوجته بموكب مكشوف. عرفوا المتآمرين أنه جاي يعمل هذه الزيارة، فتوزعوا حول الطريق اللي مقرر انه يمشي فيه موكب الارشيدوق، كل واحد معه سلاحه وجاهز، بحيث اذا فشل واحد الثاني ينفذ العملية وتنجح عملية الاغتيال. لكن شو اللي بصير؟ واحد من المتآمرين بيرمي القنبلة على السيارة، لكن تنفجر متأخرة، تنفجر ورا السيارة. هون بينفذ الارشيدوق وبتصير الحراسة مشددة والموكب بتتغير خطته تماما، والمفروض هون اي محاولة جديدة صارت مستحيلة. هون بيقتنع المتآمرين انه الخطة فشلت وكل واحد بيرجع على بيته. سائق الارشيدوق بخربط بالطريق وبفوت بشارع بالغلط، هون بيوقف السيارة مشان يرجع ويكمل بالطريق الصح. لما بيوقف بيطلع بوجهه واحد من المتآمرين اللي رجعان على بيته، فجأة بشوف سيارة الأرشيدوق واقفة قدامه مكشوفة، بيجي بيمسك المسدس تبعه وبيقوس على الأرشيدوق ومرته، واثنيناتهم بيموتوا. وهون بتشعل الحرب العالمية الأولى. وإذا ما بدنا كتير نروح لبعيد، كلنا شفنا من كم شهر محاولة الاغتيال اللي صارت لترامب واللي نجا منها بطريقة سينمائية. وطبعا ما في شك إنه العالم رح يكون مختلف لو نجحت العملية وتم اغتيال ترامب، لكن الكود كان مكتوب بطريقة واضحة، ترامب رح ينجو. يعني وفق أي حسابات منطقية نجاته كانت أقرب للمستحيل. القناص كان بمكان مثالي، رصاصة كانت متجهة مباشرة لرأسه، التوقيت كان دقيق، الهدف واقف بمكان مكشوف، لكن الكود شغل سطره السحري باللحظة الحاسمة. ترامب بيحرك راسه بالضبط لحظة وصول الرصاصة، فبتلمسه بزاوية جانبية وما بتقتله. حتى اللمسة اجت عبرة لحتى يأكد انه انصاب ترامب، لو ما انصاب ما كان اخذ الموضوع الشكل الدرامي اللي حب الكود يفرجيه. الحدث مكتوب والنتيجة محددة من البداية. هون النمط صار واضح، بعض الشخصيات ما بيتم استبدالها بسهولة لأنه الكود مصمم ليكمل قصتهم للنهاية بدون مجال للصدف. بعض الشخصيات هي أعلام، رموز، ستارز، والقصص من التاريخ ما بتنتهي. كتير قادة سمعنا فيهم نجوا من عمليات قتل واغتيال ومن معارك كانوا من المستحيل ينجوا منها لو انهم اشخاص عاديين. وهذا المشهد اللي بنشوفه بافلام الاكشن لما البطل بيكون ماشي ورصاص هيك عم يضرب وعم يوقع هالكمبارس يمين ويسار، هو فكرة مزروعة بلا وعي صناع الدراما، لانه فعلا بهاي المحاكاة اللي نحن عايشين فيها في كومبارس وفي أبطال. وهون خليني فرجيكم شوية أنماط لا يمكن لأي عاقل يفسرها على أنها مجرد صدفة. النمط الأول كود الاغتيالات المتطابقة، مثال لينكولن كينيدي،
أبراهام لينكولن اغتيل سنة 1865. جون كينيدي اغتيل سنة 1963. لينكولن انتخب نائب بالكونغرس أول مرة سنة 1846 وكينيدي سنة 1946. لينكولن انتخب كرئيس سنة 1860، كينيدي سنة 1960. لينكولن اغتيل يوم الجمعة برصاصة براسه من الخلف وكانت جنبه زوجته وما صار له شيء، وكينيدي كمان نفس الشيء، رصاصة براسه من الخلف وزوجته جنبه ما صار له شيء. لينكولن اغتيل بمسرح اسمه فورد، وكينيدي اغتيل بسيارة تصنيع فورد ماركة لينكولن. نائب لينكولن اسمه أندرو جونسون ولد سنة 1808، ونائب كينيدي اسمه ليندون جونسون ولد 1908. قاتل لينكولن ولد سنة 1839 وقاتل كينيدي ولد سنة 1939. قاتل لينكولن نفذ العملية بالمسرح وهرب لمستودع، وقاتل كينيدي نفذ العملية من مستودع وهرب لمسرح، والقاتلين تم اغتيالهم قبل المحاكمة. نفس السيناريو، نفس الأحداث بفارق قرن تقريبا، وكأن الكود حب يعيد تشغيل النمط نفسه. النمط الثاني كود تلميحات الأحداث الكبرى. مثال: هجمات 11 سبتمبر على أبراج مركز التجارة العالمي بنيويورك. انهيار أبراج التجارة سنة 2001 غير وجه العالم، لكن الكود كان مليان تلميحات لهذا الحدث قبل سنين. سبتمبر سنة 1997 مسلسل ذا سيمبسونز بيفتتح موسمه التاسع بحلقة بتحكي عن زيارة العائلة لمدينة نيويورك. بيعرض فيها مجلة مكتوب على غلافها الرقم 9 بجانب صورة البرجين، بحيث يبدو الرقم واضح انه 11/9. وبتظهر بالحلقة عدة مشاهد لأبراج التجارة العالمي بجو من التوتر والمشاكل. فيلم ماتريكس اللي حكينا عنه بأول الحلقة اللي صدر سنة 1999 بيعرض على الشاشة نسخة عن الصفحة الأولى من جواز سفر بطل الفيلم. العرض بيكون سريع ومقلوب وبيحتاج معالجة حتى نشوف التلميح بوضوح. ويا للصدفة تاريخ انتهاء صلاحية الجواز هو 11 سبتمبر 2001، نفس تاريخ أحداث سبتمبر اللي راح تصير بعد أكثر من سنتين، نفس التاريخ بالضبط باليوم والشهر والسنة. سنة 2000 تصدر لعبة أمريكية اسمها ديوس إكس، تعرض اللعبة مدينة نيويورك بدون أبراج تجارة، ولما بينسأل المطورين عن السبب بيكون جوابهم أنه المشكلة تقنية متعلقة بمحدودية ذاكرة النظام، رغم أنه معظم الأبنية المجاورة الأقل أهمية من البرجين كانت موجودة. وبعدين حتى تكون قصة اللعبة متسقة بغياب البرجين، أضافوا بسردية اللعبة إنه البرجين تعرضوا لهجوم إرهابي. بنفس السنة تصدر لعبة ريد أليرت 2 بغلاف عليه صورة طيارة رايحة باتجاه مركز التجارة العالمي مع انفجار ضخم بأحد الأبنية، بتشابه واضح وكبير مع الهجوم اللي صار بالفعل بعد سنة. هل كان في ناس بيعرفوا مسبقا بهذا الحدث؟ لا، الحدث كان مكتوب بالكود والتلميحات كانت موجودة بكل مكان، بس ما حدا كان ملاحظها. النمط الثالث كود تلميحات الكوارث. مثال: سفينة تايتانيك. الكل بيعرف عن غرق سفينة تايتانيك سنة 1912، السفينة اللي كان يقال عنها غير قابلة للغرق. لكن الغريب سنة 1898 يعني قبل 14 سنة من الحادثة، كاتب اسمه مورغان روبرتسون كتب رواية بعنوان فيوتيليتي تحكي عن سفينة ضخمة غير قابلة للغرق لكنها بتغرق بسبب اصطدامها بجبل جليدي، وحتى تفاصيل السفينة متشابهة، نفس الحجم، نفس سرعة الإبحار، نفس مشكلة نقص قوارب النجاة. حتى اسم السفينة كان تيتان، شبه مطابق لاسم تايتانيك. مستحيل إنسان عادي يتوقع هيك شيء بهالدقة. القصة كلها كانت تلميحات موجودة داخل الكود. النمط الرابع كود ديجافو التاريخ. مثال: نابليون وهتلر وغزو أفغانستان. إذا دققت منيح بالتاريخ رح تلاحظ أنه بعض الأحداث الكبيرة بتتكرر بنفس الطريقة ونفس النتيجة، وكأنه نفس السيناريو بينعاد لكن بأبطال مختلفين. الكود بينعمل له كوبي، بينعمل له بيست بمتغير مختلف. مثلا نابليون وهتلر عملوا نفس الغزو الفاشل لروسيا. سنة 1812 نابليون غزا روسيا بجيش ضخم لكنه انهار بسبب الشتاء الروسي القاسي، وأدت هذه الغلطة لكارثة على نابليون وكان السبب بانهياره بالنهاية. سنة 1941 هتلر بكرر نفس الغلطة وبنفس الطريقة، بيغزو روسيا وبيتدمر جيشه، كمان بيكون لهذا الغزو آثار كارثية على هتلر وبتأدي بالنهاية لتدميره مثل ما صار مع نابليون بالضبط. سنة 1839 الإمبراطورية البريطانية حاولت تحتل أفغانستان لكنها فشلت واضطرت تنسحب. سنة 1979 الاتحاد السوفيتي دخل أفغانستان وبعد 10 سنين اضطر ينسحب بخسارة كبيرة. سنة 2001 الولايات المتحدة غزت أفغانستان وبعد 20 سنة انسحبت بنفس الطريقة، وكأنه هذا البلد مبرمج
ليكون مقبرة للإمبراطوريات. وهلأ قبل ما أختم الحلقة خليني أحكي لكم عن الكود بحياتكم الخاصة. كم مرة بحياتك حسيت إنه شيء سيء صار معك وبعد فترة اكتشفت إنه كان هذا أفضل شيء صار؟ كم مرة خسرت شغل وانزعجت وبعدها طلعت لك فرصة أحسن بكتير؟ كم مرة تمنيت شيء يصير وانزعجت إنه ما صار وبعدين اكتشفت إنه منيح اللي ما صار؟ شخد في ناس بنشوفهم بنسمع عنهم بيتأخروا عن طيارة وبيلتغى حجزهم وبعدين بيكتشفوا إنه الطيارة اللي كان لازم يسافروا فيها عملت حادث ومات كل اللي فيها. كم مرة كنت عم تفكر بشخص وفجأة دق تلفونك وطلع هو؟ كم مرة شفت مشهد معين وحسيت انك عايشه من قبل مثل الديجافو؟ كم مرة الفظت لفظ معين وسمعته بالتلفزيون؟ ليش بعض الناس حياتهم سهلة وكأنه مسارهم مبرمج ليكون سالك بينما غيرهم مهما حاول بيضل يدور بنفس الدوامة؟ كم مرة حسيت انه حياتك رايحة باتجاه معين وفجأة صارت حادثة غير متوقعة قلبت كل شيء؟ هذه الأحداث كلها الغير مفسرة كلها عبارة عن أنماط. وخليني خبرك بالأخير انه أنا نفسي جزء من الكود. اجيت لأرجع أطرح لك الفكرة وأكد لك انك عايش ضمن كود، عايش ضمن سيميوليشن، محاكاة. حياتك فيرتشوال، افتراضية، ما حقيقية. لكن انت ما رح تصدقني ورح تعتبر انه هذا هلوسة لانه الكود مبرمج حتى يمنعك من التصديق. لكن صدقني، اذا صدقتني واقتنعت انك عايش ضمن كود وحياتك مو حقيقية، رح تكون وصلت للحرية الفكرية وكشفت سر السعادة والسلام الداخلي. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.